مساكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا، حياكم الله. من بعد ما انسحبت قرعه التصفيات وطلعت نتائج المجموعات الثلاثه للتصفيات الاسيويه المؤهله الى نهائيات كاس العالم، وشفنا الجماهير العراقيه كلها تقول مصطلح قراج حويدر. مرحبا فيكم قراج حويدر، حياكم قراج حويدر، تعالوا قراج حويدر ينتظركم. فشنو قصه قراج حويدر هذه؟ او ليش استخدم العراقيين هذا المصطلح اللي هو قراج حويدر؟ الاسم تم اخذه من مسلسل عراقي مشهور اسمه عالم الست وهيبة. طبعا تم تصوير الجزء الاول من هذا المسلسل، واعتقد تم تصوير الجزء الثاني ايضا من عالم الست وهيبة، ويتم عرضه حاليا على حلقات. في هذا المقطع او في هذا المسلسل خصوصا في الجزء الاول، واحد من اشهر المشاهد اللي موجودة في هذا المسلسل اللي هو حوار دار ما بين اثنين، ما بين بطل المسلسل وشخص اخر، يقول له انا راح اوديك القراج حويدر. هذاك يقول له ايه وش المشكله يعني، خلني اروح بقراج حويدر. بس قال له ها، اي شيء يصير لك في قراج حويدر انا مالي علاقه فيه، اي شيء يصير لك هذاك المكان انا مالي. وصف قراج حويدر ببحر الظلمات، الداخل اليه مفقود والخارج منه مولود. وقراج حويدر هذا مكان اتخذ بعض افراد العصابه اللي موجودين في المسلسل لمعاقبه اعدائهم، او خلني اقول